مساء الفل على كل اللي بيتفرج علينا في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين. اهلا بيكم حلقه جديده من الدراويش. الحلقه اللي فاتت بدانا مع حضراتكم تقييم الموسم اللي فات بالكامل للنادي الاسماعيلي من وجهه نظر الفنيه. النهارده هنكمل التقييم ده زي ما وعدنا حضراتكم، والاسبوع الجاي كمان هيبقى ثالث حلقه للتقييم، لكن النهارده هناخد من وجهه نظر الاداريه، الشق الاداري. كنا اتكلمنا كتير قوي في مقومات اي بطوله، من ضمنها الاستقرار الاداري. في مقولة بتقول ان الادارة الناجحة او الادارة عامة هي نصف النجاح، فالادارة الكويسة تبقى نصف النجاح. مجلس الادارة الحالي مع كل الاحترام للناس الافاضل من ساعة ما مسكوا احنا مش سامعين غير مشاكل وانقسامات وحاجات كتير قوي، وناس بتعمل حاجات وناس ثانيه بتعترض عليها، وفي ترتيبات بتحصل قبل الاجتماع عشان ياخد موافقة جماعية واسرار وكواليس وحاجات من دي كتير قوي. زاد وغطى على ده كله ان الاسبوع اللي فات الاسماعيلي مصمم ان هو يكمل مشوار الفشل والخروج من اي منافسه. كان فاضي عندنا ماتش وحيد في مباراه الكاس من وادي دجله، وخرجنا برضو زي السنه اللي فاتت بضربات الجزاء لصالح وادي دجله، وسبنا بطوله كاس مصر وسبنا بطوله الدوري من غير ما نوصل المربع الذهبي. كل ده احنا قلنا الحلقه اللي فاتت هنكمله النهارده في التقييم. لكن الشق الاداري وكواليس حاجات كتير قوي بتحصل في النادي الاسماعيلي محدش يعرف عنها حاجه، ومعانا حصريات ومعانا ورق اول مره يظهر هنعرضه على حضراتكم عشان تبقى كل حاجه على عين كل الناس ومكشوفه. هنور النهارده في برنامج الدرويش الاستاذ محمد مظهر الصحفي الرياضي. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. منورنا. بنورك. بنور بنورك. الله يخليك. استاذ محمد، احنا بنعمل سلسله حلقات، حضرتك كنت ضيف معانا على التليفون الحلقه اللي فاتت، سلسله حلقات تقييم الموسم بالكامل. في ناس بالمناسبه مش عايزه تحمل مسؤوليه المدير الفني الحالي مستر ريكاردو مسؤوليه النتيجه كامله. احنا مش هنحمل ده او هنحمل ده، لكن المسؤوليه هتقع في شق من الاثنين. عايزين نعرف هي فين. يا اما مدير فني جه على لاعبين ما اختارهمش وبالتالي يقول انا مش مسؤول عن النتيجه دي، يا اما مجلس اداره بيختار لاعبين وخلاص من غير متابعه اي مدير فني من الخمسه سته اللي ما كانوا موجودين من اول ما مسك مجلس الاداره. هو بيختار وبعد كده في ناس تعترض وناس تمشي بسبب اللعيبه جت. فمسؤوليه الفريق ومسؤوليه النتائج في جمله مختصره عشان ندخل في التفاصيل، هي انت شايفها مسؤوليه مين؟ مسؤوليه مدير فني بكل بقى ظروف توليه، ولا مسؤوليه مجلس اداره من بدايه توليه؟ لا، هو في النادي الاسماعيلي الوضع مختلف. يعني النادي الاسماعيلي المجلس الحالي برئاسه العميد محمد ابو السعود جم النادي الاسماعيلي لقوا الكابتن صبري المنياوي مدير فني. بعد كده تم تغيير الكابتن صبري، جه كابتن محمد وهبه، ثم كابتن شوقي غريب، ثم كابتن احمد العجوز، ثم مستر ريكاردو. الاربع مديرين فنيين من كابتن محمد وهبه لمستر ريكاردو ما اختاروش اي لعيب، لن يتحملوا مسؤوليه التعاقد مع اي لعيب. كل التعاقدات كانت بتتم من خلال مجلس الاداره، خاصة العميد محمد ابو السعود. يعني هم تعاقدوا مع جون انطوي، محمود عبد العزيز، ابراهيم حسن، باسكال، محمود عبده، في الباك رايت شريف رجب، زيكا، شوقي السعيد، صالح موسى، مجلس اداره تماما، علي جلال، احمد العش، كوفي ميشاك. دي كل الاختيارات ديت اختيارات مجلس اداره. عبده البشيرو وبشيرو عبدول، هو عبده يعني كل الاختيارات ديت اختيارات مجلس اداره وليست اختيارات مديرين فنيين. دي رقم واحد. رقم اتنين، انا النهارده بيحصل طب ايه في الانديه التانيه؟ بيحصل في الانديه التانيه اللي انا بيبقى عندي لجنه كوره مسؤوله عن قطاع كره القدم او مسؤوله عن الفريق الاول، هي اللي بتحدد من خلال مشاهدتها للمباريات النواقص اللي عندي، التدعيمات اللي انا المفروض ادعمها، ناشئ في قطاع الناشئين يطلع، الكلام ده كله بتاع مش موجود في مصر تقريبا غير في النادي الاهلي. بس يعني هي ديت الموضوع دوت موجود بس في النادي الاهلي. طب ومش موجود في مصر برضو ان الناس تختار لعيبه مجلس اداره من غير رجوع لاي مدير فني؟ لا، ولا دي ساعات وساعات؟ لا، بس انا هقول لك برضو يعني عشان برضو ايه ما نجيبش الاختيارات اغلبها كان جيد. لا دي صدفه ولا هم عشان دوروا كويس؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه. هو انت لما تكون مدير فني وانا بختار كويس، انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا بنتكلم عن الشكل العام للصفقات. يعني النهارده مثلا جون انطوي هداف الدوري ما حدش يقدر يتكلم عليه. محمود عبد العزيز لعب كل المباريات. ابراهيم حسن نفس الكلام. زيكا، شوقي السعيد، صالح موسى، دول صفقات ما حدش يقدر يتكلم فيهم. انما هتيجي مثلا للصفقات مثلا اللي هي باسكال، علي جلال، احمد العش، كوفي ميشاك، شريف رجب، محمود عبده، هي دي الصفقات. طيب. اللي يعني اللي ما ادتش او ما استفادش منها
الفريق الاول. ده اللي انا كنت اقصده، مش كلمه صدفه ان احنا جبنا اللاعب وطلع حلو وحش، مش ما اقصدش دي، اقصد ان انت جبت ناس كويسين وجبت ناس لسه قايل اساميهم دلوقتي ما استفادش منهم الفريق الاول، وعارف ان انت طول الموسم عندك نقص في مركز الهجوم وما عندكش غير لاعب واحد لو حصل له اي حاجه، وكتير اتكلمنا عن الموضوع ده وشفنا في الاخر لبسنا في الحيطه. طب لما انا بختار ليه مركز الهجوم؟ ليه مراكز معينه؟ انا ممكن انا حاسب بقى ناس. مجلس الاداره في شق تاني، ان انا النهارده ازاي بمشي احمد علي عشان مشكله مع الجمهور او ما فيش حاجه من الكلام دوت بتحصل. وبعدين انا ما ينفعش ان انا ابيع احمد علي بنص مليون جنيه، ما ينفعش ابيع مهاجم دولي بنص مليون جنيه. لا، هو ما كانش بنص مليون، كان بباقي مستحقاته اللي في النادي اللي وصلت 1,700,000 فحسبوها 2.5 مليون بالظبط. لا هي ما يعني عشان ما ادفعش، انا ما ينفعش انا خدت يعني انا ما ينفعش ان انا اسيب لعيب عشان مش قادر اديله فلوس او الكلام دوت، يا اما ابيعه بشكل محترم. يعني انا هفتكر تصريح للعميد محمد ابو السعود في جريده الاهرام المسائي ان هو لما قالوا جون انطوي عاوز يحترف، فهو قال احنا مش همانع في احترافه بس مقابل 3 مليون يورو. 3 مليون يورو 30 مليون والله. تمام. احنا النهارده بنتكلم اذا جون انطوي اتباع عاوزين 750,000 دولار، مليون الا ربع. فين فرق دولار الفلوس؟ ايه الفرق دوت؟ انا النهارده ابيع، انا راجل عندي قاعد 5 سنين في النادي، قضى منهم السنه الاولى والنهارده هو السنه الثانيه خلصت وطالع هداف دوري، ابيعه ليه؟ وعنده 21 او 22 سنه، ابيعه ليه؟ انا اخليه السنه الجايه، يا اما ابيعه بشكل محترم جدا 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 جدا، وبعدين ابيعه بره، ما باعوش لفرقه منافسه. يعني انا يعني جون انطوي كان بيجيب لي السنه دي 12 هدف ولا 11 هدف بالظبط، بيطلع هداف الدوري عندي السنه الجايه عشان يجيب فيها جوان. وبعدين السنه الجايه لو الموسم اتعمل مجموعتين، هو حتى الان مجموعتين لسه ما طلعش كلام مجموعه واحده. هو الكلام كل شويه بيتغير، بس الكلام بيتغير، بس هو حتى الان لو المصري خلاص ما فيش مشاكل ولاعب في السويس، هي مشكله الاهلي والمصري لسه ما اتحلتش. يبقى اذا موضوع تقصد ان الكلام ممكن يتغير، موضوع المجموعتين قائم. يعني انا السنه الجايه جون انطوي هيبتدي يهاجم محمد عواد، فما ينفعش اذا انا حبيت ابيعه. ده لو محمد عواد فضل، لو محمد عواد فضل هنتكلم. طيب انا كنت بكلمك عن مسؤوليه النتائج. كان في تصريح للسيد رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي اول ما مسك يعني الفرقه اللي كانت مع كابتن صبري المنياوي، ان الفرقه دي مستواها لا يؤهلها للمنافسه، ولو خدنا مركز سادس او سابع يبقى كويس قوي. وناس كتيره كانت معتقده الاعتقاد ده. الفرقه دي خيبت امال الاعتقاد السيء، وصلوا لمربع ذهبي مع كابتن صبري، وصلوا مراكز متقدمه، لعبوا 16 مباراه، فازوا في 9 وتعادلوا في 3، خسروا بس في 4، احرزوا 20 هدف، ضخم مرماهم 11 هدف، وصلوا قبل نهائي بطوله عربيه، وصل مربع ذهبي قبل ميعاد الموسم باربع اسابيع. طيب هو ما كانش متحمل مسؤوليه النتائج دي، هو دلوقتي هو متحمل مسؤوليه النتائج اللي احنا فيها؟ طبعا. بص، ما دام انا في المكان انا متحمل المسؤوليه، خصوصا انا المسؤول الاول عن النادي. العميد محمد ابو السعود لما طلع قال انا الفرقه اللي عملها الدكتور رأفت عبد العظيم اللي الجمهور صار عليه وطلب رحيله، قال ان الفرقه ديت، وقال تحديدا مع الكابتن طاهر ابو زيد في احدى البرامج بالقناه الفضائيه، قال ان الفرقه ديت هتاخد مركز سادس، احنا مش طمعانين في اكتر من كده. وجت الرياح بما لا تشتهي السفن يعني، وصعدوا قبل ربنا كان معاهم، صعدوا قبل انتهاء المسابقه ب4 اسابيع للمربع الذهبي او الدوره الرباعيه اللي هو الموسم ساعتها اتلغى، ووصلوا نهائي قبل نهائي بطوله عربيه وملحق الكونفدراليه. وكان الكابتن صبري مشي، واللي لعب قدام البنزرتي التونسي هو الكابتن محمد وهبه، وتولى قبلها بيومين او ب3 ايام. تمام. فانا النهارده لما باجي بقى بقول هو كلام على لسان العميد محمد ابو سعود، قال ان الفرقه اللي انا هعملها هتاخد بطوله بعد 2 أو 3. لا هو حتى قال لا، انا قال فرقتي السنه الجايه تحديدا كده، انا لسه سامع الفيديو. السنه الجايه اللي احنا فيها، اللي هي خلصت دي خلاص. لا كان بيقول 2. لا قال السنه دي. انا سامع الفيديو. تمام. قال السنه دي هي قصه، هو مش مغسل وضامن جنه، يعني مفيش حد يقول انا هاخد بطوله. لا، احنا لازم يبقى عندنا مقومات البطوله عشان نتكلم على بطوله. انا النهارده ما ينفعش النادي الاسماعيلي عاوز اخد بطوله وانا ما عنديش مثلا باك رايت وباك ليفت، ما عنديش فرود احتياطي، ما عنديش بسكن اللعيبه في اماكن غير اماكنها. لا، الكلام ده ما ينفعش. النهارده الناس المحترفه بتعمل
في بدايه السنه انا اللي هي فتره قبل فتره الاعداد بيجي كده يحط المراكز، يقول ده رقم 1 عندي وده الاحتياطي بتاعه وده رقم 3، سواء من قطاع الناشئين او صفقه مثلا جايبها ممكن تديني على ومين المدى اللي بيحط البعيد. المراكز دي؟ رئيس مجلس اداره ولا المدير الفني؟ المفروض لو المدير الفني موجود، وانا قلت لك في البدايه ديت شغله لجنه كوره. طيب ما فيش لجنه كوره، يبقى مين؟ يبقى المدير المدير الفني. مين بقى اللي بيعمل ده عندنا في النادي الاسماعيلي؟ مجلس الاداره. طيب. ما عندناش، يعني هو مستر ريكاردو الوحيد اللعيب اللي طلبه هو كلاتشي، وكانت مشكلته برضو مع مجلس اداره المهندس نصر ابو الحسن ان هو برضو كان عاوز كلاتشي، يعني هو الزمن واقف عند مستر ريكاردو، عند كلاتشي. عند كلاتشي الزمن واقف عند مستر ريكاردو. طب هو من 2009 ل 2014 نفس المستوى عشان افضل متمسك بيه؟ لا ده هو كان بيلعب في تايلاند او ماليزيا حاجه زي كده اهوت، يعني جاي من الفرق بالظبط. فانت ما تنفعش النهارده بتجيب صفقات والصفقه اللي تلبس معاك وشكرا، لا ده انا اشوف ايه الاماكن اللي انا محتاجها، واخلي قطاع الناشئين، اخلي قطاع الناشئين ان هو يبتدي يطلع لي الاماكن الناقصه عندي. انا دايما في مقوله وقلتها، ويمكن الكابتن عيد فرج قال الحاج محمد قالها، انا كنت قلتها للحاج محمد في المؤتمر الصحفي بتاع التجديد لحمص السنه اللي فاتت، قلت له النادي الاسماعيلي ما طلعش غير محمد، اخر فروت طلعوا النادي الاسماعيلي محمد محسن ابو جريشه، اخر حد كان بيلعب في الناحيه الشمال كابتن فوزي جمال، اخر حد كان بيلعب في ناحيه اليمين كابتن احمد الجمل. فبعد كده فين المهاجمين اللي بيطلعوا من النادي الاسماعيلي؟ ما عندي يعني من سنه 2000 ما طلعليش مهاجم من قطاع الناشئين، عشان بس وكان ايامها افضل، يعني من افضل المجالس اللي جت في تاريخ النادي الاسماعيلي. طيب. اللي هو المجلس بتاع المهندس اسماعيل عثمان. تمام. خلينا نرجع لجمله حضرتك قلتها في اجابتك اللي فاتت بتاعه ان انا لو انا عندي جون انتوي وجايب رقم كبير قوي، ليه ابيعه؟ وليه ابيعه لفرقه منافسه؟ وليه قبل كده ابيع كذا لاعب لسه عندهم معايا فعشان اخد من وراهم فلوس اسد بيها ديون؟ هو برضو عشان احنا بنقيم النهارده من الشق الاداري، عشان ما حدش يفهم ان احنا شغالين عاملين نهاجم طول الوقت، احنا بنقيم من الشق الاداري الكلام اللي الناس قالوه اتنفذ ولا لا. ما كانش ابدا مطلوب من مجلس الاداره ان هو يدفع من جيبه، رغم ده كده مشكورا ده حصل وهناخد الارقام معاك. خليني بس اجمل الجمله دي. وما كانش مطلوب من مجلس الاداره انه يبيع لعيبه عشان يصرف على النادي، كان مطلوب حاجتين: تنميه موارد النادي وعدم تفريط في اللاعبين. وده ما كانش طلب، ده كان كلام هم قالوه على لسانهم قبل الانتخابات. احنا عاوزين نعرف رئيس مجلس الاداره جاي يصرف ولا جاي يعمل مؤسسه رياضيه محترمه ويوجد موارد؟ لو جاي يعمل موارد اهلا وسهلا، لو جاي يصرف احنا ما نعملش جمعيه عموميه، نعمل مزاد، نيجي كده يوم نشوف اكتر واحد هيصرف نجيبه، نيجي يوم الجمعيه العموميه بدل ما الناس تصوت تخش في الصوان وياخد الاستماره ويعلم على ده وده 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 الاعضاء وامين الصندوق وتحت السن وفوق السن. طيب هو منطقي مش ما نشغلش بالنا بديت، لا احنا نقف كده في مزاد ونجيب الراجل اللي هو بينادي مين يزود مين اللي يدفع اكتر، نجيب بقى اللي واحد يقول 4 مليون واحد يقول 5 مليون ونمشيها كده. انما انا النهارده شايف ان كل البرنامج بتاع مجلس الاداره اللي هم قالوه في البرنامج الانتخابي بتاعتهم اللي هو شركه خط الدراويش، مشروع الهايبر، مشروع الحضانه مستوى عالي قوي، واخر حاجه النادي الاجتماعي يعني كان المفروض يوم 23 مارس اللي فات او في شهر مارس اللي فات يبتدي يشتغل، يبتدي مثلا ان انت تعمل النهارده حمام السباحه، تعمل الملاعب، ودي كانت المرحله الاولى اللي هو حمام السباحه والملاعب والحديقه. انا بس قبل النادي الاجتماعي عايز اخد الاربع حاجات اللي حضرتك قلتهم وانا عايز اعرف ايه اللي حصل فيهم او ايه الكواليس الحاجات اللي حصلت او في شبه تقييم لسبب تاني غير ان احنا بنقيم اداريا النهارده ان فاضل شهر ومجلس الاداره ده يعدي عليه سنتين، هم ماسكين 1/9/2012. فخلال سنتين ماذا تم؟ خط الدراويش عرفنا كلنا ان هو اتعملت الفكره كانت هايله لو كانت اتنفذت صح، كان اتفقوا مع احدى الشركات وبعد كده رجعوا قالوا لا ده كان لازم عن طريق الجهه الاداريه، فرجعنا تاني في كلامنا وبعد كده عملنا مع الجهه الاداريه. هو اتنفذ يعني اتنفذ قد ايه؟ اتنفذ سنه. خد باع كام خط؟ جاب ايه فلوس؟ لا ده احنا دفعنا البروجكت اتعمل بالظبط لكن فشل وطلعنا مديونين. لا احنا طلعنا مديونين وتقريبا الحاج محمد دفع برضو 50,000 جنيه. هو ده الدين، ما هي احنا طلعنا عليهم بالظبط. هو دوت انا النهارده عشان اعمل مشروعات تنمويه داخل النادي الاسماعيلي اقرب حاجه النادي الاجتماعي. انا بقالي سنتين بهري في النادي الاجتماعي، عندي الرسومات كانت موجوده من ايام الدكتور رأفت عبد العظيم، عندي التخصيص المالي كان موجود من ايام الدكتور رأفت عبد العظيم، والحاج محمد على ايامه برضو زاد الدعم. انا عاوز اشوف حاجه على ارض الواقع، انا عاوز اشوف يا جماعه جنينه وحمام سباحه والعائلات تقعد فيه وتبتدي تشتغل. يعني انت لو اشتغلت كنت في رمضان السنه دي كنت على الاقل هتعمل 3 مليون جنيه، اللي انت هتعمل مثلا
فطار اوبن بوفيه ب 100 جنيه. ايوه ده لو انت طالع اصلا قايم، لو النادي قائم بذاته يعني. غير انا اتكلمت مع الحاج محمد كذا مره، واتكلمت مع سياده اللي هو فتحي بلبل كذا مره، يا جماعه ما تفتحوا طب العضويات من دلوقتي. انا مثلا انت هتعمل العضويه 20000 جنيه، انا ما معيش ال 2000 جنيه ال 20000 جنيه دلوقتي، وهدفعهم قسط، هدفعهم قسط عن طريق احد البنوك وهم ياخدوا الرقم ده كاش. تمام. وانا كل شهر اقعد اسدد عقبال ما النادي يتعمل، بحيث النادي لما يتفتح ابقى انا خلاص مثلا سددت الربع، سددت النص، سددت ان شاء الله شهرين ثلاثه، قسطين ثلاثه. طب ده ليه ما حصلش؟ دي فكره اتطرحت كتير. ما هو انا مش عارف، يعني انا مش عارف الناس ايه تفكيرها. يقول لك مثلا الشركه اللي جت يقول لك اصل اللي معطلنا الشركه اللي عملت المجسات لقت ميه وهي بتحفر. طب انتوا عملتوا مجسات ازاي؟ ما هو اللي بيعمل مجسات دوت بيعمل، هي المجسات ديت عباره عن ايه؟ عشان المنطقه دي اساسا معروف ان في ميه تحت بالظبط. انا هقول لحضرتك على حاجه، النهارده وانا جاي وحضرتك وانت جاي النهارده شفتهم. في محلات بتتبني قدام الارض المقابله للنادي، الارض المقابله اللي هي مقابله لمبنى المحل بمليون جنيه، هيتباع بمليون جنيه عشان ايه؟ عشان النادي الاسماعيلي هيفتح هنا اهوت. انا شايف النهارده ان لا عشان ايه دي احنا مش واخدينها يعني، هي مش لا هو المحلات مش اساسي، لان هي المحافظه اللي بتعمل ده اكيد مش عشان النادي الاسماعيلي. لا هي المحافظه هتعمل مزاد على المحلات اللي بتتبني دلوقتي. بتتبني واحنا قاعدين دلوقتي شفناها تمام دلوقتي. المحل اقل حاجه هيتباع بمليون، اقل حاجه بمليون الا ربع، رقم كبير وانت طالع رقم كبير. ودي الفكره اللي طرحت من النادي الاسماعيلي الاول. وانا ابتدي ده انا هعمل ايه؟ بص يا استاذ احمد، انا انا مش راجل مهندس ولا راجل بفهم في الانشاءات او الكلام ده. انا هعمل 4 عمدان وانت تيجي تقفلهم بقى بالديزاين اللي انت عايزه، سواء هتفتح محل ملابس، سواء انت هتفتح مطعم، سواء انت هتفتح كافيتيريا، سواء انت بتعمل 4 قوايم، وهو صاحب اللي اجر منك اخد حق انتفاع، هو بيجي يقفل الحيطان بتاعتك. طب ليه ما حصلش من سنتين؟ دي كانت من ضمن الكلام اللي اتقال. انا في حلقه بعد ما اللي هو فتحي بلبل تعين في منصبه بشهرين، جينا هنا في تلفزيون القناه وكلمنا، قال خلال شهر تعالوا شوفوا النادي هيبقى عامل ازاي. طيب ودلوقتي مفيش حاجه حصلت؟ مفيش اي حاجه. طيب خلينا ناخد جزئيه تانية، احنا بس بنلمس اللي حصل في خلال السنتين والتقييم الاداري على مستوى السنتين. سبب من اسباب ان مفيش حاجه بتتم الخلافات اللي موجوده في مجلس الاداره طبعا، ان كان في جبهتين حاصلين طبعا. لا مش جبهتين، وحاليا في 2. انا عايز اعرف موقفهم. هو دلوقتي في مش موجودين في 2 في مجلس الاداره، في الاستاذ حمد عيد هو موقوف. انا ما اعرفش كلمه موقوف ديت يعني ايه موقوف؟ لحين ايه يعني؟ ولا هو اتفصل نهائيا يعني هو إيه؟ موقوف لحين ايه؟ وبعدين لحين هو كان مفروض ان هو يجيب قصه المحكمه والكلام دوت. طب لحد امتى؟ لان في جمعيه عموميه في شهر 1 اللي جاي، اللي هو لان الجمعيه العموميه انت عارف اتغيرت بقت في شهر يناير وفبراير ومارس. عشان الناس تعرف، الناس اللي ما جاتش الجمعيه العموميه اللي فاتت، الاستاذ ابراهيم ابو علي لا ما جوش. هم هيجوا في يناير عشان يعرفوا. لا لو في انتخابات هيجوا، لو في انتخابات الناس هتيجي. هو من المتوقع يكون في انتخابات جايه. ما هو في الاستاذ ابراهيم ابو علي قدم استقالته. ماشي قدم استقالته بس في ناس في مجلس الاداره بيقول لك لا احنا رفضناها، وهو استاذ ابراهيم ابو علي بيؤكد ان هو تقدم. والجهه الاداريه طلعت قالت ايه في الموضوع ده؟ قالت ان ما وصلناش لا الجهه الاداريه في اسماعيليه يعني موقفها غريب جدا من بعض الحاجات اللي بتحصل في النادي الاسماعيلي، ونظام سيبه بمره وانا اسيب مره وكده يعني انا كنت بيعدي كنت بتعشم في الدكتور عادل رضوان ان هو ابتدى السنه اللي فاتت كان مساند النادي الاسماعيلي كويس جدا جدا جدا. الوضع اختلف مش عارف ليه من ساعه مشكله اللي هو بيقول ان استاد الاسماعيليه مش بتاع النادي الاسماعيلي، فالموقف متغير. حتى هو لما دلوقتي قال لك طب نقفل على موضوع استاد الاسماعيليه دوت اللي هو ملك الشباب والرياضه ولا ملك استاد الاسماعيليه، فعملت ديل كده مع الناس اللي موجودين، قال لهم ولا انا عاوز اسحب منكم النادي في عهدي ولا يتسحب منكم في عهدكم، فخلوا الموضوع نايم. يعني بيحسسني ان احنا لسه مثلا في سنه 40. وهو ملك مين الاستاد؟ اخر كلام ملك النادي الاسماعيلي رسمي، يعني شافعي وملكي زي ما بيقولوا. طيب نروح لنجوم النادي الاسماعيلي. من نجوم الفريق النادي الاسماعيلي كابتن محمد حمص. كابتن محمد حمص المفروض هم اتجدد له السنه اللي فاتت، وحضرتك حضرت المؤتمر الصحفي لمده عام. العام ده خلص خلاص. انا عايز اعرف واجهته هتبقى فين. هو طلع تصريح وقع فين؟ وادي دجله. هو طلع تصريح ان انا لم اوقع، وقال
اخر سنتين في حياتي مع الاسماعيلي هم اسوأ سنتين، اللي هم سنتين فعلا. بتوع مجلس اداره. لا هو مش فعلا، هو ده تصريح عن لسان. ايوه هو فعلا اسوأ سنتين في حياه حمص هم السنتين لكن هو وقع. هو دي معلومه ولا توقع ولا تصريح ولا ايه؟ عن لسانك. كنت قاعد معاه وهو بيمضي. كنت قاعد وهو بيمضي؟ لا ما كنتش قاعد معاه، بس هو انا عارف ان هو مضى في وادي. طب انا هرجع للجزئيه دي، بس انا عايز اخد تليفون مع نجم من نجوم النادي الاسماعيلي اللي كل الناس توقعت له بمستوى اكثر من رائع مع بدايه الموسم، وكان صفقه من الصفقات الناجحه. لعب كل المباريات اللي اتعملت، ال20 مباراه تقريبا، لعب في كل المراكز ما عدا المركز اللي هو كان جاي له اصلا. ناس كتيره جدا شكرت في الصفقه دي اول ما جات، وهم نفس الناس، هم نفس الناس اللي بتشتم فيه دلوقتي لما مشي وراح الزمالك. كابتن صالح موسى، مبروك يا كابتن صالح تواجدك في الزمالك، واحنا بنتمنى لك التوفيق في اي مكان. حبيبي يا كابتن احمد، ربنا يخليك يا رب، وسلامي المظهر. حبيبي يا صالح، ومبروك يا حبيبي انتقالك للزمالك. كابتن صالح، انا عايز ارجع بيك سنه للنادي الاسماعيلي. انت المفروض كنت جاي عشان تبقى في مركز باك يمين، وتقريبا ما لعبتش في كل الماتشات دي، 10% تقريبا بنسبه مئويه في مركزك الاساسي، ولعبت في كل المراكز تقريبا حتى المهاجم، وكان ادائك اكثر من رائع. انا عايز اعرف الحكايه دي عملت معاك ايه، او كنت راضي عنها ولا لا؟ طبعا انا بشكر حضرتك على الكلام الحلو اللي انت بتقوله، وانا جيت ده حقك. جيت يعني انت دلوقتي جيت في ظروف صعبه شويه، وما كان في نقص جامد في الفرقه، فالواحد ادى وواحد حاول يجتهد على قد ما هو الصوت مش واضح شويه بس بعد اذنك. كده كان سامعني كويس؟ كويس كده. فبقول لحضرتك الواحد جه في ظروف صعبه شويه، وجه في ظروف كان فيها نقص، فالواحد حاول يأدي شويه، بس ما يعني في اللي انا لعبت في كذا حته طبعا مش مريحين انا على المستوى الشخصي، بس يعني كنت بأدي وبحاول لمصلحه الفرقه، يعني مش كمصلحتي انا. طيب ادائك في النادي الاسماعيلي كان حاجه رائعه، ومع ذلك احنا استغربنا، احنا حتى كبرنامج وناس كتير استغربت ان رغم انك اللاعب الوحيد تقريبا اللي لعب في كل المباريات ولعبت في مراكز كتير قوي، الا ان في مفاوضات بتتم مع نادي الزمالك لانتقالك لنادي الزمالك، وتمت بالفعل، واعتقد ان دلوقتي علاقتك انتهت بالاسماعيلي بخروج الاسماعيلي من الكاس. انا عايز اعرف كواليس المفاوضات دي، وليه ده حصل رغم انك كنت صفقه الى حد ما كبيره بشهاده كل الناس هايله. طب انا هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للمفاوضات. هو كان في مفاوضات من كذا نادي قبل نادي الزمالك، كان في انبي وكان في بوتروجيت وكان في سموحه بشكل رسمي، وبعد كده دخل الزمالك، وبعد كده دخل الاهلي بشكل غير مباشر يعني. فالمفاوضات بشكل رسمي يعني مش مني انا، يعني جت بشكل رسمي، بعتوا اتفاوضوا مع النادي. الاداره وقفت، يعني انا كان مدي رغبه ان انا اقعد في النادي، وما كانش عندي مشكله ان رغبتك تفضل في النادي الاسماعيلي. بص اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا النادي الاسماعيلي بص برضه، اكيد هو بص برضه ان هم يستفادوا ليهم هم ماديا يعني. هم استفادوا؟ لا اكيد هم استفادوا ماديا كويس جدا يعني. فديت برضه نقطه كويسه برضه. حضرتك انا بص، اللي كان متمسك بيا في النادي الاسماعيلي كله، واقولها قدام اي حد، اللي كان متمسك بيا في النادي الاسماعيلي كله حاج محمد ابو سعود. غير كده كله كان عايز يوسف صالح. طب ليه؟ ما اعرفش يعني، ما تفهمش يعني، ما تعرفش يعني، لا يعني لو في حاجه قولها لنا. انت خلاص علاقتك بالاسماعيلي انتهت، بس احنا عايزين نعرف. لا انا اقول لحضرتك حاجه، انا كان في ناس بتحارب، وكان في ناس بتتفاوض فيا قبل ما انا يجي له عروض، وكان بيتفاوضوا فيا، وكان بيتفاوضوا مع وكيلي كابتن محمد عبد الجابر ان هو لو جاله عرض احنا ممكن نمشيه، وناس للاسف الناس دي بره النادي يعني. ناس بيتفاوضوا من قبل الموضوع ده يتم، هم عايزين يمشوه باي يعني طريقه. انا اقول لحضرتك حاجه، انا واحد صريح جدا، وعلاقتي بالنادي زي ما انت بتقول كده انتهت، بس انا اللي هيدوم بيني وبين اي حد حب الناس وحب للنادي. فانا ما بخافش من حد، واللي يهمني من الناس ديت ان محدش يظلمني، ومحدش يجي عليا ولا يظلمني، يكون الناس دي عارفه الحقيقه وعارفه كل حاجه. انا في اخ الاستاذ سمير نصر، استاذ سمير نصر انا ما اعرفوش شخصيا يعني، هو كان بيكلمني قبل ما اجي النادي، وكان بيتفاوض معايا قبل ما اجي النادي. لما جيت النادي بعد كده بقى ينتقدني على صفحته الشخصيه، كتب مره واثنين وثلاثه ان صالح موسى لا يصلح للعب النادي الاسماعيلي. انا طبعا كلاعب ما عمري ما ادي دماغي لاي حد بيتكلم، لان زي اي حد من الجمهور يعني. هو بيتكلم بس باي صفه رسميه. انا عايز اعرف انا بحكي لحضرتك برضو عشان الناس تبقى عارفه كل حاجه. اتفضل. عشان برضو انا اتعرضت لحاجات ما يتعرضش ليها اي لعيب في مصر، كوره في مصر. تمام. انا جيت بعد كده، انا طبعا انتوا عارفين ان انا وكيلي محمد عبد الجابر. فمحمد عبد الجابر طبعا كوكيلي كخاف عليا، وكخاف على برضو ان محدش انا طبعا الضغط دوت طبعا مع الكلام دوت عمل لي ضغط نفسي كبير، فانا ما بديش دماغي لحد، برضو حاولت ان انا ابعد نفسي. فاستغربت ان هو بينتقدني انا كشخصيا على طول في كذا حاجه، حتى لو انا عملت ماتش كويس برضو انتقاد، وبرضو يكتب على صفحته لا يصلح للعب النادي الاسماعيلي والكلام دوت. فانا كابتن محمد عبد الجابر كلمه
فبقول له انت بتنتقد صالح ليه؟ قال له طب انا مش مقتنع بيه، ولو جبت، قال له طب خلاص ده صالح اللي انت بتقول عليه دوت جاي له كذا عرض. فقال له خلاص هات له حاجه وانا همشيه بنفس الطريقه. هات له حاجه وانا همشيه بنفس الكلام اللي بقوله لك دوت. هو باي صفه رسميه يعني، طبعا كل احترام وتقدير لكل الاشخاص اللي هتذكر اساميهم، بس باي صفه رسميه. انا بتكلم اهو بصفه مباشره وبحدد اسماء وبقول كلام قدام الناس كلها عشان الناس دي تعرف، عشان ما حدش يظلمني بكلمه. هو قال لوكيل اعمالك هات له اي عرض وانا همشيه من النادي. تمام طبعا قال كده وعلى فكره اقول لك حضرتك حاجه، هو قال كده وانا اساسا لما جيت جه حوار الزمالك الكلام دوت قبل حوار الزمالك يعني. فلما جه حوار الزمالك يمكن مظهر يعرف حاجات عن الكلام اللي انا بقوله ده كويس جدا، ويعرف كلام اللي اتكتب دوت كويس جدا. يعرف كده هو له تايتل، له وظيفه اساسيه في النادي يا استاذ سمير؟ انا ما عنديش فكره. انت موجود في النادي اكتر. لا طبعا انا ما عنديش فكره عن الكلام ده، حتى لو ليه انا ما عنديش فكره، حتى لو ليه ما لهوش حق اللي هو يتكلم عليا انا جزمي. انا لعيب في الكيان ولعيب في النادي، فالمفروض انها تتحافظ عليا من اي كلمه تتقال. انا عاوز بس اقول ده المفروض يعني. صالح، عاوز اسالك على حاجه. انا طبعا يعني مش عاوز اقول فنيا جه كابتن شوقي غريب، جه كابتن احمد العجوز. انا هقول لك على حاجه بس يا صالح. جه كابتن احمد العجوز، جه مستر ريكاردو، صالح موسى ما كانش بيطلع من الملعب. دي حقيقة. ده احنا يعني دي ابسط حاجه تدل ان الناس اللي كانوا بيشتغلوا مقتنعين بيك. بس انا عاوز اسالك على حاجه يا صالح وهديك المجال. انا بس عاوز اسالك على مستحقاتك اللي عند النادي الاسماعيلي هتعمل فيها ايه؟ هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. بص، هو قصه الفنيه اللي انت اتكلمت فيها، انا عامه لما اتكلمت وعرفت الناس انا هو ما يلزمني يعني، هو اي حد، انا واحد من الناس عنده ثقه في نفسي الحمد لله، ولو ثقتي في نفسي ديت ما كنتش انا واثق من نفسي ما كانش يجي لي كذا عرض بالشكل دوت. لكن انا ثقتي في نفسي الحمد لله ما تجيش اللي انا ابص لاي حاجه من الكلام ده. وزي ما انت قلت انا لقيت اكثر واحد في الدوري المصري الحمد لله لعب ماتشات، فما اديش دماغي لحد الحمد لله. لكن انا اللي زعلان عليه ان للاسف ان الناس بتيجي عليا بسبب كلام حاجه زي كده بيتكتب. طب احساسك ايه كنجم وفي هجوم كبير جدا عليك على الانترنت بعد كل مباراه وانت تقريبا بتلعب كل الماتشات؟ للاسف اللي عايز اقول لحضرتك حاجه، للاسف ان في هجوم في النت بطريقه غير مباشره يعني. للاسف انت عارف ان في ناس تبع ناس يعني، في ناس بتحب وتكره للاسف يعني. ودي مشكله كبيره في الاسماعيلي. طب انت ما جاوبتش على السؤال برضه صالح. حاجه مظهر قصه الفلوس اللي انت اتكلمت فيها برضه. انا الحمد لله لما خلصت في النادي والنادي دفع الفلوس، انا لحد الان ما حدش قال لي اتنازل عن فلوسك، ولحد الان ما حدش ما مضيتش على ورقه اللي انا اتنازل عن فلوسي. انا اتنازل عن فلوسي، نزلت عن فلوسي عشان حاجتين. اولا انت اتنازلت عن كل مستحقاتك يا صالح؟ اتنازلت عن 300000 جنيه. عن 300000 جنيه دول كل مستحقاتك؟ 300000 جنيه. 500 300000 جنيه اللي هم كانوا باقيين لك. مظبوط. بقيت فلوسي وانا اتنازلتهم عشان خاطر حاجتين، عشان خاطر النادي وعشان خاطر الحاج محمد ابو سعود راجل محترم اللي هو جنبي بس. كابتن صالح موسى ولما عملت كده انا عملت كده انا في ناس للاسف يعني مظهر، وانت عارف ان في ناس اولاد النادي مشوا واشتكوا النادي. لا انت تشكر. انا ما عملتش حاجه زي كده بصراحه. المفروض الناس يعني حتى لو انا يا اخي وحش وسيء افتكر لي حاجه كويسه. انا كملت للنادي لاخر يوم، وما رضيتش على فكره مظهر، ما رضيتش اطلع بتصريح على التلفزيون، ما رضيتش اطلع في برنامج احترامي للنادي لحد اخر يوم ما مشيت فيه. ما رضيتش انا، مع ان انا ماضي من فتره، ما رضيتش اعمل. في لعيبه ماضت وقعدت في بيوتها، انا قعدت واحترمت النادي واحترمت نفسي ولعبت لاخر ماتش ولعبت لحد اخر يوم. ومع الرغم اقول لك حاجه كمان يا مصر، اسال مستر ريكاردو اللي انا كنت بلعب وانا عندي شد، كنت بلعب وانا تعبان، واسال كابتن كرم كابتن حمد وهم يقولوا لك كان صالح بيلعب وهو عامل ازاي خاطر النادي. وفي الاخر للاسف ان انا المفروض ان انا بعمل كده خاطر النادي وخاطر الجمهور. فانا بتمنى، انا اقول لك حاجه، لا ما انا ما اظلمش الناس. في ناس الحمد لله جت التمرين وشجعتني وحيتني قبل ما امشي وودعتني بشكل كويس، والحمد لله ان انا مشيت بشكل كويس. بس ده بعد ضغط وهجوم كبير قبلها. نعم، ده كان بعد ضغط نفسي وهجوم كبير قبلها. بالظبط. لا طبعا انا طول الموسم اكتر واحد مظهر عارف ان انا طول الموسم انا طول الموسم كان بيتعمل انا اقول لحضرتك حاجه، انا في واحد كلمني بعد ماتش كوت ديفوار كان زعلان ان انا ما ردتش عليه في التليفون، عمل عليا حمله على صفحته وموقع 24. في موقع 24؟ لا موقع اونلاين اسماعيلي اونلاين. طيب. انا شوف انا بتكلم، بص اقول لك حاجه، انا خلصت، انا خلصت في النادي، بس انا اللي يهمني ان انا الناس تعرف كل حاجه، ان الناس تعرف. انا بص اقسم بالله العظيم، اقسم بالله
ربنا يعلم الواحد بيحب النادي. انا لو ما بحبش النادي مش هطلع اتكلم واقول لك كذا كذا كذا. انا بحب النادي جدا وبعشق النادي جدا، ومش بالكلام، وعشان بس ما حدش يقول لك اللي انا ده اي حد يلاقيه بيقول لك انا بحب النادي. لا، انا اقسم بالله فعلا الحمد لله قاعد على لساني، واسال اي حد يعرفني اقول لك صالح انا طبعي كده. انا واحد من الناس بحب النادي وبحترم النادي الاسماعيلي من زمان، وليه فضل عليا السنه دي وان هو ظهرني، وهفضل طول عمري اقول كده. واي على فكره اقول لك حاجه، انا لما اطلع بعد ماتش الزمالك انا عمري ما طلعت قبل ما اتكلم على الزمالك بشكر في النادي الاسماعيلي. كابتن صالح انا بشكرك شكرا جزيلا ان انت اتكلمت وفتحت لنا قلبك النهارده، وشكلك كنت زعلان من حاجات كتير. لا طبعا في حاجات كتير، ويهمني الناس دي تعرف كل حاجه، عشان انا مبسوط، انا مظلوم يعني، انا مظلوم جامد يعني، اتظلمت كتير يعني، بس ومظهر عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس. انت نسمع. بشكرك يا كابتن، بشكرك يا كابتن صالح ونورتنا، وبتمنى لك التوفيق في اي مكان تكون موجود فيه، وشكرا ليك. ربنا يخليك. شكرا يا فندم.